خوتي خواتاتي، دابا وصلنا للمعقول. السؤالين السادس والسابع فيهم ما يدار، فيهم الخدمه وفيهم ما يتقال. بصح للناس اللي ما كانوش يعني بجديه خدامين ومركزين معايا وما هازين ستيلو ورقه، دابا غير يسيروا يهزوهم. هاد السؤالين مهمين. السؤال السادس عنده 3 ديال الصياغ. الصيغه الاولى كتقول: ابرز الطريقه المعتمده في بناء النص وعرض افكاره. ابرز الطريقه المعتمده في بناء النص وعرض افكاره. الصيغه الثانيه كتقول: ابرز خصائص النص الاسلوبيه والمنهجيه مبينا علاقتها بمضمون النص. ابرز خصائص النص الاسلوبيه والمنهجيه مبينا علاقتها بمضمون النص. ثالثا، الصيغه الثالثه: حدد الاسلوب الانشائي المهيمن. المهيمن كيقولها الا كان نص شعري، حيت النص الشعري بطبيعته كيكونوا فيه بزاف ديال الاساليب الانشائيه، ما يمكنش نجبدوها كلها. ومثل له بمثال مبينا وظائفه. اذا الصيغه الثالثه خاصه بالنص الشعري. انا نمشي لهاد الصيغتين ديال النص النثري هما اللي مهمين. ابرز الطريقه المعتمده في بناء النص وعرض افكاره. ابرز خصائص النص الاسلوبيه والمنهجيه مبينا علاقتها بمضمون النص. هادو راه نفس السؤال، غير صيغتين مختلفتين هما نفس السؤال. اذا هنا كنبدا الخدمه. اول خطوه كنوقف عندها باش نجاوب. شوف، باش نحدد انا الطريقه المعتمده في بناء النص وعرض افكاره او الخصائص الاسلوبيه والمنهجيه، اذا شنو كيتطلب مني؟ كيتطلب مني نحدد لغه النص، نوع وطبيعه اللغه، الجمل الفعليه والاسميه والوظيفه ديالها الى اخره. يعني هنا غادي ندوز، خصني نشرح لكم واحد الحاجه بعدا مهمه عاد باش نكملوا. شنو هي لغه النص؟ ملي كنقولوا لغه النص يعني كنقصدوا واش لغه قديمه ولا لغه حديثه، حيت كاينين الناس اللي ما كيديروش هادشي في القسم، الاغلبيه ما كيديروش. لغه قديمه ولا لغه حديثه؟ لغه قديمه شنو هي؟ يعني واحد اللغه معقده صعيب باش نفهمها شنو كتقول. لغه حديثه هي اللغه اللي كنقراو بها اغلب النصوص عندنا في الكتب. شوف حنا علميا كيحطوا لنا لغه حديثه، يعني ما تعذبش راسك بعدين. نيشان لغه حديثه تتميز بالبساطه والوضوح. اذا هذا هو المقصود بلغه النص. خصائص اسلوب النص، اذا ملي كيقول لك ابرز خصائص اسلوب النص كنوقفوا عند الجانب اللغوي، يعني نوع اللغه، واش لغه قديمه ولا لغه حديثه. شوف حنا لغه حديثه تتميز بالبساطه والوضوح. كنوقفوا عند الاساليب الانشائيه والجمل. هنا ضروري خصني نعرف شنو يعني الاساليب الانشائيه. الاساليب الانشائيه كتختلف، درناهم في السانكيام، كتختلف من انشاء طلبي وانشاء غير طلبي. الانشاء الطلبي مثلا الاستفهام، النهي، الامر، التمني، يعني يطلب منه حدوث شيء. انا ملي غادي نلقى جمل استفهام في النص ونلقى جمل النهي يعني فيها لا الجازمه، وفعل المضارع يعني المخاطب، نلقى فعل الامر يعني انا كنطلب من شي واحد يدير شي حاجه، او اسم فعل الامر. اسماء فعل الامر عرفتهم صح، يعني اسكت مثلا، عليك يعني الزم، رويدا تمهل، حي اقبل. الفعل المضارع المسبوق بلام الامر مثلا كنلقى. اذا شوفوا هذا الشيء درتوه في الدروس اللغويه، يمكن بلا ما ندخل لكم فيه. كنلقى مثلا جمل التمني، يعني كتمنى ان توقع شي حاجه، يعني انت كتطلب حدوث شي حاجه، اذا هذا كيتسمى انشاء طلبي. وكاين انشاء غير طلبي اللي هو التعجب، مثلا تعجب، مجرد تعجب غير طلبي. اذا انا ملي كيقولوا لي ابرز خصائص اسلوب النص كنوقف عند اللغه. قلنا كنقولوا واش لغه حديثه ولا لغه قديمه، يعني لغه حديثه تتميز بالبساطه والوضوح ولا لغه قديمه تتميز بالتعقيد والغموض. كنوقفوا عند الاساليب كنقولوا يعني واش اساليب انشائيه طلبيه، اساليب انشائيه غير طلبيه، وكنذكرها وكنجبد امثله ليها. وكنوقفوا عند الاسلوب المنهجي. شنو هو الاسلوب المنهجي؟ يعني انا كنقرا النص كله وكنعرف واش استقرائي ولا استنباطي. شنو هي استقرائي؟ استقرائي يعني الكاتب اللي كتب لي النص اعتمد واحد الطريقه اللي هي كتسمعوا بزاف من الخاص الى العام. هذه هي استقرائي، من الخاص الى العام. يعني هو شنو دار؟ مثلا بدا ليا دابا مثلا النص كيهضر على التنميه، جا عطاني من الخاص، عطاني مثلا تحديات التنميه، بدا ليا بها، مشى ليا لانواعها، بقى غادي حتى العام، من الخاص الى العام، يعني اخر حاجه خلص لها هي التعريف ديال التنميه بشكل عام. اذا شنو دار لي هذا الكاتب؟ طرح لي هذه الفكره هذه من الخاص الى العام. هذا كيتسمى المنهج الاستقرائي.
المنهج الاستنباطي العكس، المنهج الاستنباطي من العام الى الخاص. يعني جا عطاني تعريف التنميه بشكل عام، عاد بدا كيدخل ليا شويه بشويه في الخاص، يعني كيبدا كيدخل ليا الانواع ديالها، التحديات ديالها، هذا كيتسمى منهج استنباطي. استقرائي من الخاص الى العام، استنباطي من العام الى الخاص. اذا ابرز خصائص اسلوب النص: حددت الجانب اللغوي، لغه قديمه لغه حديثه. الجانب الاسلوبي يعني الجمل الانشائيه طلبيه وغير طلبيه. وفي الجانب الاسلوبي كنقصدوا بالجمل ايضا واش جمل فعليه ولا جمل اسميه. يعني انا كنقرا داك النص وكنشوف الكاتب واش خدم لي الجمل الفعليه ولا الجمل الاسميه، وكنحدد الوظيفه ديالها بالجمل. كنقرا النص كنحس بهذا الجمل الفعليه والاسميه، والمهم كيبان لي مثلا الكاتب حط على الجمل الفعليه كنقولوا استخدم الكاتب الجمل الفعليه، حط على الجمل الاسميه كنقول استخدم الكاتب الجمل الاسميه، خدمهم بجوج، زاوج الكاتب بين الجمل الاسميه والفعليه. الوظيفه ديال الجمل الفعليه: الجمل الفعليه تدل على الاستمراريه والتحول والديمومه. وعيد: الجمل الفعليه تدل على الاستمراريه والتحول والديمومه. والجمل الاسميه تدل على السكون والجمود. الجمل الاسميه تدل على السكون والجمود. يلا اول حاجه وقفنا عند لغه النص، يعني النوع ديالها واش قديمه ولا جديده، نوع وطبيعه الجمل، يعني جمل فعليه جمل اسميه الوظيفه ديالها، والجمل الانشائيه طلبيه ولا غير طلبيه نذكرها ونبين الامثله ديالها. هنا دابا كتجي الخطوه الثالثه اللي هي كنبين الاساليب الحجاجيه. انا الكاتب ما كتبش لي واحد النص وعطاني فيه واحد الفكره بلا ما يعطيني حجج، اكيد عاطيني حجج باش يقنعني بالفكره ديالو. انا هاد الحجج هادو خصني نجبد هاد الاليات الحجاجيه: اسلوب التعريف، اسلوب الشرح، اسلوب التفسير الى اخره. هادشي راه عارفينه. اسلوب التعريف مثلا ملي كيقول لي ان بمعنى اذ ان، هذا كيتسمى اسلوب تعريف. اسلوب الشرح والتفسير مثلا كيقول لان، حيث ان، هنا كيشرح ليا. وكاينين اساليب اخرى مثلا اسلوب التاكيد وغيره من الاساليب. الله اكبر. اذا نوع اللغه وطبيعتها، نوع الجمل، الاساليب الحجاجيه، والمنهج واش استقرائي ولا استنباطي. هنا غادي نعطيكم مثال ديال الجواب.